واخيرا ادوبي بتخش عالم الذكاء الاصطناعي، وكلنا عارفين يعني ايه ادوبي. ادوبي من فتره اعلنت عن فاير فلاي، وهو عباره عن انجن كده او ويب سايت يعني زي ميد جيرني وكل منصات الذكاء الاصطناعي دي. ولكن ما دام قلنا ادوبي يبقى اكيد في فيتشرز كتير جديده وحاجات برضه بتميز بيها ادوبي. فيلا كده على السريع ناخد جوله سريعه في فاير فلاي. اول ما تخش الموقع بيكون عندك كده كام زون لوحده. في عندك زون اسمه تكست تو ايمج، اللي هو يعني زي ميد جيرني، بتكتب اللي انت عايزه واللي انت بتتخيله وهو بيطلع لك صوره بده. ولكن زي ما قلت لك ما دام في ادوبي يبقى في حاجه جديده. اول ما تخش على التكست تو ايمج دي بتلاقي صور كتير جدا الناس عاملاها، وتحت كل صوره في كي وورد اللي طلعت الصوره دي. فانت لو شفت صوره معينه وعايز نفس الستايل ده ولكن صوره في خيالك، بتخش عليها وتكتب نفس الكي وورد ده وبيطلع لك الصوره بالكلام اللي انت كتبته ولكن بالستايل اللي انت عايزه ده، اللي هي نفس الكي وورد بتاعت الصوره اللي انت اخترتها. حوار اصلا ميد جيرني كتير جدا واحسن بالنسبه لي على الاقل. وزي ما قلت لك فيتشرز ثانيه كتير، بتختار الوان وتختار حاجات كده في الصوره وتعدل عليها الصوره اللي انت لسه عاملها دي، وده مش موجود في ميد جيرني. تاني حاجه بقى موجوده في موقع وهي تكست افكت، وده بقى الجديد اللي مش موجود غير في ادوبي. شكل الكلمه نفسها، هو مش بيعمل لك فونت، لا هو بيغير لك شكل الكلمه نفسها، شكل الحرف نفسه، سحبه مش عارف ايه الكلام ده كله بيغير لك شكل الكلمه نفسها، كله على اساس انت كاتب عايز الكلمه دي عامله ازاي. ولكن مثلا خشب، زرع، مش عارف ايه، كل ما توصف اكتر كل ما يطلع معاك شكل الكلمه زي ما هي في دماغك، وده لو ما تعرفش فهو حوار جامد. تالت حاجه بقى وهي ريكالر فيكتور، وهي انك لو عندك اي صوره فيكتور ممكن تغير لونها عادي جدا ولاي لون انت تختاره. لما ننزل تحت بقى شويه كده في الويب سايت هنلاقي فيتشرز وحاجات كتير جدا كنت بتعملها انت على الفوتوشوب في خطوات كتير جدا، ولكن دلوقتي تعملها كده. يعني تخيل كده عندك صوره زي دي، تكتب اللي انت عايزه فيها او تغير اللي انت عايزه فيها وتتغير كده. فيتشرز كتير جدا اعتقد ان هي تخش جوه برامج ادوبي، جوه الفوتوشوب والالستريتور والبريمير والكلام ده كله، هتكون جوه البرنامج نفسه، تعرف تستخدمها جوه البرنامج. واعتقد ان هي تكون خطوه فارقه في الفوتوشوب وبرامج ادوبي كلها، خطوه كنت بستخدمها زمان جدا من ادوبي، مش عارف هي اتاخرت ولا جايه في وقتها، ولكن هي جت، وان تاتي متاخرا خيرا ان لا تاتي ابدا. وبس كده يا سيدي، مساك زي وشك ايه في اللعب.